مدرسة على غير مسمى، فبمجرد محاسبة طالب على تصرفاته ومخالفته التعليمات ينتقم بطريقة حرب الشوارع حاملين الأسلحة البيضاء لتنتهي بجرح 6 أساتذة ضمن كادر هذه المدرسة. البارحة في تواجدنا بالإدارة، يعني أنا كنت مع حديث مع الأساتذة وموجودين داخل الإدارة. تفاجأنا بدخول 9 أشخاص يحملون العصي ويحملون نسميه بوري حديد احنا بعد هذا، وسكاكين، وانهالوا بالضرب باتجاهي انا على ميز الاداره، واللي تشوف انت هذا الضرب، والاخوان ايضا المدرسين الاستاذ احمد وياي والكادر التدريسي كلهم وياي. فانا انضربت حقيقه بيدي 9، هم الاصابات 6، ونقلناهم الى المستشفى في وقتها. تعالجوا الاساتذه. اصبحت المدرسه هذه المؤسسه التربويه مهدده من جميع فئات المجتمع. غياب الحارس الأمني قد تكون هي الأكثر غموضا من غيرها، فلا يمكن لمدرسة حكومية بدوامين دون أحد عناصر الشرطة، وهو ما يضع الحكومة المحلية وقيادة الشرطة في مأزق ما لم يكن هناك تخطيط صحيح لحماية هذه المنشآت الحكومية. غياب الحارس الأمني حصل على اعتداء على مدرسة إعدادية المواقات بسبب غياب الحارس الأمني. الحارس الأمني مهم، وحقيقة كنا عملنا بالعشار اعتدى من بعض العشار، مو كل العشار، يعني بعض اعتدى علينا وصار الاعتداء. بدورهم زملاء هذا الطالب يوصلون رسالة أن القانون يجب أن يطبق، ويطالبون الجهات المعنية بالتدخل ومحاسبة المقصرين ووضع عناصر أمنية أمام هذه المدرسة لحمايتهم من بعض أبناء العشائر التي هاجمت هذه المدرسة. احنا بصفتنا كطلاب إعدادية نمثل وزارة التربية العراقية، نرفض هكذا أمور وهكذا تصرفات تسيء بتربية الآباء، ونحن نطالب من وزارة التربية ووزارة الداخلية أن يتخذوا كافة الإجراءات الصارمة بحق هكذا أمور. في بلد أصبح كالغابة يأكل قويها ضعيفها، فالاعتداءات المتكررة على الكوادر التدريسية جاءت لضعف القانون وغياب تام لحراس المدارس.